السلام عليكم. اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل اكله اقتصاديه جدا. لو عندك صدر الفرخه ده هنعمل منه وجبه حلوه جدا سهله بسيطه مغذيه وهتعجبكم ان شاء الله وتعجب اولادكم ان شاء الله. انا هنا معايا الاول بطاطستين هبدا اقطعهم مكعبات، والطماطم كذلك والفلفل كذلك. تمام. طبعا كميه البطاطس دي لو انت حابه تضعفيها على عدد افراد اسرتك براحتك زي ما انت حابه. انا اول حاجه هنا معايا الطاسه على النار، حطيت فيها طبعا الزبده او الزيت اللي انت حابه تحطيه. وصدر الدجاجه اللي انت شايفاه ده طبعا كنت غسلاه بخل وبملح ونقعاه كويس. هبدا بقى اشوحه. انا متاكده لو عملتي الوصفه دي هتعجبك جدا. طبعا اخر الشهر كله بيبقى مفلس وربكم والحق، يعني احنا بقى بنفلس اول الشهر واخر الشهر على طول مفلسين، ولسه الايام اللي جايه لسه هنفلس تاني برضه. فشوف انت بقى بالصدر احنا ما شاء الله هنعمل وليم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعايا معلقه توم مفروم. بجد لما تكوني جايبه مثلا فرخه واخده منها الصدرين بتاعتهم وحطاها مثلا في التلاجة وقت زنقه زي كده بصراحه بتنفع جدا وبتبقى فعلا حاجه هايل. انا اول حاجه طلعت القطع اهوت الفراخ، وهبدأ بقى انزل بالخضار اشوحه مكانه. هنزل بقى هنا بالبصلتين، بصلتين متوسطين، انا كمان كنت ناسيهم كمان. هبدأ بقى اشوحها تشويحة كده مع الثوم. وبعد كده هنزل بقى بمعلقتين دقيق بس مش ملانين. معلقتين الدقيق دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا له صوص بيبقى تقيل كده شويه، بجد روعه. بتشوحي فيهم كده لحد ريحتهم ما تطلع والدقيق يستوي. ابدا بقى انزل بالبطاطس بتاعتي برضو تشويحه حوالي بتاع دقيقه. انا متاكده انت لو عملت الوصفه دي بجد هتعجبك قوي، يعني سهله اقتصاديه، يعني بصدر فرخه مشيت الدنيا والدنيا ظبطت، وفي نفس الوقت طعمها حلو. نزلت بقى هنا بالفلفل، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وانزل بقى بالبهارات بتاعتي. انا كنت نازله الاول بحبه فلفل اسود، ونزلت بباقي التوابل. معايا نص معلقه بابريكا، معايا نص معلقه بهار مشكل، ومعايا نص معلقه كمون. ولو انت حابه طبعا انت تزيدي تضيفي اي بهار انت بتحبيه عادي، هي بتقبل عامه. معايا بقى هنا هبدا اضيف لبن. طب انا مش عايزه احط لبن، حط زبادي، يعني اللي انت حابه. حابه تضيفي لبن تمام، حابه تضيفي زبادي برضو تمام. هنزل الاول بالطماطم. اتمنى لو وصفة النهاردة عجبتكم متنسونيش باللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وبالنسبة للتعليقات اللي واقفة خالص اتمنى يا رب ان انتوا تكتبوا له تعليق كده يشجعني ان شاء الله، وعشان كمان الفيديو يترفع. هنا انا اصلا كنت حطيت ربع كوب لبن لو واخدين بالكم على المعلقة، بس انا ما كنتش واخده بالي انه ما ظهرش في الفيديو، ورجعت كملت بقى نص المج. يعني انا اصلا كنت فاكره ان الفيديو شغال والفيديو للاسف وقف. فكنت حاطه، كنت جايبه نص المج حطيت منه شويه وكان فاضل معلقتين فيه، رحت ضايفه بقيه المج، يبقى اخد معايا نص مج لبن. ولو انت هتحطي علبه زبادي تمام. واخد معايا معلقتين دقيق. حقيقي الدقيق واللبن او الدقيق والزبادي بيخلوا الصوص خطير فعلا، هيعجبكم قوي. هنا بقى هبدأ اضيف شوربة، هحط لها كبشة ونص شوربة او كبشتين.
طبعا لو مش عندك شوربه يبقى ميه، بس انا افضل لما تكون انت مثلا عندك لحمه او فراخ وعندك شوربه بلاش ان انت ترميها. يعني انت عارفه دلوقتي الفراخ بقى كانت بقت داخله على 80 جنيه، يعني اللي عندها شويه شوربه في التلاجة عندها كنز في بيتها. فانا بصراحه ببقى باجي في وقت زي كده مثلا عامله حسابي مثلا ان انا ودي صيص احط منها معلقتين او معلقه ونص. بحط الشوربه في التلاجة مثلا، باجي زي اكله زي كده بدل ما اضيف مثلا واعمل رز بميه او اضيف بميه، لا بطلع الشوربه اللي في التلاجة دي وبروح عامله بقى. هنا انا عملت الاكل اللي انتوا شايفينه ده، وانا زودته بالشوربه وعملت كمان منه رز. شايفين بقى الدقيق واللبن عمل الصوص ازاي؟ بجد يا جماعه هتعجبكم، بجد خطيره. شايفين شكلها؟ هي شكلها لوحديها كده، وحطيت كمان معلقه بقدونس علشان الشكل يعني، هي اللي مخليه فعلا اللون الاخضر ده جميل قوي. انا ما كملتلكمش بقى الشوربه، عملت منها ملوخيه وعملت منها رز، وبقى احلى طبيخ حرش مية مية. يعني شوفي بقى بصدر الفرخه، شوفي انت عملتي اكل قد ايه. شايفين الصوص بتاعها تقيل وعامل ازاي؟ بجد يا جماعه رهيب، واكل على قد الايد وبسطنا الاولاد. وبجد يا جماعه والله العظيم طعمها حلو قوي. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم باذن الله. لو عجبكم متنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين كل حاجه دايبه فيها والخضار تمام يعني. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.